سلام، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. في واحد الحي من احياء ولايه تكساس كانت واحد السيده سميتها تشارلي. هاد تشارلي كانت وعندها 2 وليدات، ولد سميتو باريس وبنت سميتها إيلا. كانت كتعيش مع وليداتها في واحد الحياه اللي هادئه وبلا مشاكل، وكانت كتخدم السربايه في واحد المطعم في الليل. علاش اختارت الليل؟ باش تقدر تدوز النهار ديالها مع وليداتها، حيت كانت كأي طبيعيه كتحماق على الوليدات ديالها، وحتى وليداتها كانوا كيبغيوها بزاف، وكل شيء كان كيشوفهم عائله متماسكه فرحانين في حياتهم وما عندهم حتى شي مشاكل. حتى غادي يوصل النهار اللي غادي يتبدل فيه كل شيء، وغادي تحول هذا البيت الآمن المليء بالحب لمسرح جريمة مرعبة. نهار 4 فبراير من سنة 2007 تشارلي خرجت من دارها ومشات للخدمة كيف العادة، وخلت وليداتها مع المربية. هاد المربية كانت كتجي غير الوقت اللي ما كتكونش فيه تشارلي في الدار. باريس الولد الكبير ديك الوقت كان في عمره 16 سنة، وإيلا كانت مازال صغيرة ويلا في عمرها 4 سنين. المهم تشارلي وصلت وقيتها ومشات لخدمتها كيف العادة، وهي مرتاحة على وليداتها وعند بالها بأنهم ناعسين في فراشهم. ولكن شنو غادي يوقع؟ من بعد ما دازو شي ساعات ولدها باريس غادي يعيط للبوليس وهو مخلوع وكيبكي، وكيقول لهم بأن الأخت ديالو إيلا قتلات. هنا البوليسية غادي تبدا تهدأ شي شوية في باريس، وغادي توريه كيفاش يسعفها بين ما وصلوا البوليس للدار. ولكن باريس بقى غير كيبكي بواحد الشكل اللي هيستيري، وكيقول لهم بأنها ما كتنفش وباللي ما بقاتش عايشة. I feel so messed up. Is she breathing right now? No. Is she bleeding anywhere? Yes. I want you to start CPR, okay? What I want you to do is take her off the bed. And No. do you want to go ahead and try? It might still help, okay? No, I don't think it'll help because... Come on, Paris, work with me. Okay, she's on the floor, but I can't stay here because she's all bloody and Paris, stuff. what I want you to do is I want you to put your hands on her chest, okay? And I want you to push 30 times. I want you to count, okay? Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Paris? وصلوا البوليس، وداك الشيء اللي شافوا قدامهم خلاهم جامدين في بلاصتهم. كانت إلا غارقة في الدمايات ومضروبة بزاف ديال المرات بالموس، وفي بلايص مفرقين في الجسم ديالها. ونعاود نفكركم بأن إلا في عمرها غير 4 سنين. من بعد ما داروا لها التشريح عرفوا أنها تعرضت للخنق، ومن بعد الاعتداء عاد ضربت بالموس، وبالضبط كانت 17 طعنة. واللي زادوا اكتشفوا ان هذا اللي قتلها بهذه الوحشيه كان كينتقم، حيت الضربات كانوا بشويه، والمجرم ما كانش معصب، بالعكس كان كيستمتع باللي كيدير فيها. ولكن كيفاش غادي ينتقم من طفله في عمرها 4 سنين؟ هنا غادي نرجعوا للطفوله ديال الام اللي هي تشارلي، وغنتعرفوا على الماضي ديالها كيف كان. تشارلي كانت غير هي اللي عند والديها، وباها كان فششها بزاف وكان لاباس عليه، يعني الحالة المادية ديالو كانت مزيانة، واللي حلات عليها تشارلي فمها كيعطيها عليها. هاد الحياة هي اللي عاشت تشارلي حتى العمر 5 سنين. ولكن من بعد هاد العمر حياتها غادي تقلب، حيت غادي تشوف واحد الحادثة اللي كانت صعيبة عليها وهي في داك العمر، واللي كانت السبب في تغيير حياتها كاملة. هاد الحادثة هي مقتل الأب ديالها. تشارلي شافت كل شيء قدام عينيها، ومشات للمحاكم على حساب القضية ديال الأب ديالها، وعاشت شي حوايج اللي فوق من السن ديالها، وكانت كتعرف واحد السر
على المقتل ديال الاب ديالها، ولكن ما عمرها قالتو لحتى شي واحد. ومن بعد ما دازت فتره رجعت شارلي لحياتها الطبيعيه هي والام ديالها، وكانوا كيحاولوا يتعايشوا مع حياتهم الجديده اللي ما كانش فيها الاب. ولكن شارلي ما قدرتش تتاقلم حيت الام ديالها ما كانتش مساعداها، كانت ام مهمله وغير مات راجلها ولات كل مره كتزوج وتطلق، وهذا الشيء اللي خلى شارلي تبقى ديما تخاصم على امها. بقاو على داك الحال حتى وصلت شارلي لعمر 17 سنه، وهنا دخلت لعالم المخدرات وولات حتى هي كل مره مع راجل جديد، ودخلت في حاله اكتئاب حاده، وولات الحاجه الوحيده اللي كتفكر فيها هو تنهي حياتها. وهنا رجعت عند الام ديالها باش تساعدها تخرج من هذيك الحاله اللي هي فيها. امها غادي تعطيها $100 وغادي تقول لها عيشي بها كيف الناس وقدي حياتك، اولا شري بها المخدرات موتي باش نتهنى منك. هادشي غير ما خلاها تزيد تفكر باش تنهي حياتها، حيت كانت كتفكر انه ما عندها حتى شي حاجه اللي تعيش على قبلها. ولكن غادي يوقع واحد الحدث اللي بدل حياتها الأحسن وخلاها تبدا صفحة جديدة. هاد الحدث كان هو الحمل ديالها. من داك النهار وعدت راسها باش تحاول تبعد على المخدرات وتهتم براسها وبصحتها، وبالخصوص أن أب ولدها تسمح فيها. فلقات راسها بوحدها قدام هاد المسؤولية. من بعد ما ولداتو سماتو باريس، وولات كتخدم باش تقدر تصرف عليه وعلى راسها، وكرات واحد الدار اللي صغيره عاشت فيها هي وولدها. ومن بعد 9 سنين تشارلي غادي تدخل في علاقه جديده وغادي تحمل المره الثانيه بنتها إيلا. كانت بنت اللي زوينه بزاف، كانت كتضحك واجتماعيه وعزيز عليها الناس، عكس باريس اللي كانت عنده شخصيه هادئه وكان انطوائي وما عندوش مع الناس. ولكن كانوا كيبغيو بعضياتهم بحال اي خوت، وتشارلي كانت دايره فوق من جهدها باش ما يخصهم حتى شي خير، وهادشي من طبيعه الحال بلا المساعده ديال اي واحد، لا من عائلتها او لا الاباء ديال وليداتها. حتى النهار فاش غادي تفكر تشارلي ترجع للمخدرات، ولات بعيده على وليداتها وهملاتهم لواحد الدرجه اللي كبيره، وحتى من الحاله الماديه ديالهم غادي ترجع للور. وهنا غادي تقرر هي ووليداتها باش يمشيو يعيشوا عند الام ديالها. واخا علاقتها بها ما كانتش مزيانه، ولكن كانت مضطره، والسبب هو السر اللي كانت كتعرف على الموت ديال الاب ديالها. شنو هو هذا السر؟ الام ديالها كانت خلصت شي مجرمين باش يقتلوا الاب ديال تشارلي، وتشارلي واخا كانت صغيره كانت فاهمه شنو كيوقع وشنو كيتكال، وهذا الشيء اللي خلى تشارلي تعيش حياتها وهي معذبه وما قدراتش تنسى. كانت كتكره الام ديالها وعمرها قدرت تسمح ليها، وهذا الشيء كانوا كيشوفوه ولادها وكانوا كيشوفوا الخصام اللي كيوقع بيناتهم كل مره، وبالخصوص باريس حيت كان كبير وكان كيفهم شنو واقع. تشارلي كانت ديما كتواعدو باش تخلي المخدرات ويرجعوا لحياتهم اللي كانت من قبل. تشارلي كانت ديما كتقول ما كاينش شي حاجه في هاد الدنيا ممكن تخليني قاتله من غير الى شي واحد اذى واحد في ولادي. فعلا تشارلي كانت قد كلامها، ومع الوقت قدرت تبعد على المخدرات وبدات كتحسن حالتها، وقدرت تستقر مع وليداتها وتهتم بهم كيف كانت، وولات كتخدم سربايه في واحد المطعم كيف قلت لكم في الاول، وكانت حياتهم غاده مزيان. حتى وصل نهار الحادثه، نهار اللي تقتلت فيه بنتها إيلا. تشارلي قالت للبوليس انها قبل ما تخرج من الخدمه خلات المربيه مع وليداتها، ولكن هما فجاو ما لقاوهاش، لقاو الوليدات بوحدهم. في نظركم شنو وقع؟ واش المربيه كانت هي المجرمه ولا حتى هي وقعت ليها شي حاجه، ولا تشارلي كذبات واصلا كانت مخلياهم بوحدهم ومعاهم حتى شي واحد؟ قبل ما نجاوبكم غادي نهضروا شويه على ام تشارلي وعلاقتها بولاد بنتها،
من طبيعة الحال واخا كانوا المشاكل بينها وبين بنتها، كانت كتبغي الحفاد ديالها، وكانت ديما كتصل بيهم وكتشوفهم، وكانت كتعرف ان حفيدها عزيز عليه الروايات والمجلات. داكشي علاش كانت ديما كتشريهم ليه. ولكن هاد الروايات والمجلات شنو كان فيهم؟ كانوا كبر من العمر ديالو، حيت كان فيهم العنف والقتل. فاش غادي تسول باريس شنو الحاجه اللي كتبغيها في هاد الدنيا، غادي يقول اختي. وإلا سولتيه شنو هي الحاجه اللي كتكرهها في هاد الدنيا، غادي يقول لك الام ديالي. والسبب هما المخدرات اللي كانت كتعاطى ليهم. داكشي علاش كان ديما كيتضارب معها وكيتعصب عليها. ولكن تشارلي كان ديما في بالها ان باريس هو السبب باش رجعت لها الفرحة في حياتها. داكشي علاش كانت كتحاول تعاونو وتخفف من العصبية ديالو. ولكن ما حدو كيكبر وهو كيزيد يتعصب كتر، لدرجة انه كيبقى يضرب راسو مع الحيط حتى كيسيل ليه الدم. وشحال من مرة هز الموس على تشارلي، وواحد النهار هز الموس على واحد البنت صغيرة كانت كتلعب معاه. تشارلي كانت كتقول انها غير فترة المراهقة وغادي تفوت. كان كيرسم شي رسومات اللي غراب بحال الدم، القتل، بنادم مقطع. وهنا تشارلي غادي تقرر باش تديه لواحد المصحة نفسية، ومن بعد واحد الفترة قصيرة غادي يخرجوه وغادي يقولوا ليها بانه ما فيه حتى شي حاجه. باريس كانوا كيعجبوه الافلام ديال الرعب اللي فوق من 18 سنه، اللي فيهم القتيله والتعذيب، وكان ديما كيتفرج فيهم. وقبل من الجريمه بشي ساعات تفرج في واحد منهم، وبحال اللي سمعتو المجرم كان هو باريس، هو اللي دار ديك الحاله في اختو الصغيره. ديك الليله فاش خرجت تشارلي للخدمه فعلا خلات معاهم المربيه، ولكن باريس قدر يقنعها باش تمشي بحالها. ومن بعد ما نعسو هو واختو ضرباتو الفيقه، وتم شاف اختو على هيئه شيطان. بقى كيضربها ومن بعد خنقها وهز الموس وبدا كيضربها حتى ماتت. ومن بعد هز التليفون وصونا لصاحبه، بقى كيهضر معاه عادي كي بحال ما دار حتى شي حاجه. من بعد ما قطع من عند صاحبه غادي يعيط للبوليس، وفاش وصلوا عرفوا انه ما كانش كيسعفها كيف كان كيقول ليهم، وما كانت في عينيه حتى شي دمعه، وكاع داك البكا والغوات كان غير تمثيل. I actually killed somebody. You think you killed somebody? No, I know I did. I feel so messed up. Is she breathing right now? No. Is she bleeding anywhere? Yes. Where'd you stab her? Lots of places. I woke up and I was hallucinating. You were hallucinating? Yes. Yes. And I thought my sister was a demon and I killed her. I want you to start CPR, okay? من بعد 24 ساعة ديال التحقيق غادي يخليو الأم ديالو تشوفو. فاش تلقات معاه عنقاتو وبقات كتبكي، العكس ديالو هو اللي كان مجمد في بلاصتو. شوية غادي يقول ليها واش عقلتي النهار اللي قلتي مستحيل نقتل شي واحد إلا إلا أذى ولادي؟ أنا دابا قتلت بنتك، شنو غديري ليا؟ ما كانش ندم على اللي دار فختو، وكان ديما كيستفز الأم ديالو. وفاش المختصين حاولوا يعرفوا الشخصية ديالو، قالوا أن الشعور اللي يحس به من بعد ما ارتكب الجريمة هو نفس الشعور اللي كيحس به القاتل المتسلسل. تمتع بزاف وكان مستعد أنه يعاود يقتل مرة أخرى. زائد أنه شخص نرجسي وعنده هوس القتل وعنده صفات سادية، عزيز عليه العنف. البوليس من بعد ما بحثوا في الملف الطبي ديالو لقاو فعلا بأنه مريض نفسي، ولكن تشارلي قالت لهم أنا ما كنتش عارفة هاد الشيء وما قالوا لي حتى شي حاجة. واش فعلا ما كانتش عارفة أو اللي كتكذب حتى شي واحد ما عارف؟ باريس قال لهم ملي كانت عندي 8 سنين وأنا كنفكر باش نقتل، ولكن
ما عمرو بغى يأذي اختو، قتلها باش ينتقم من الام ديالو. كانت وقت ما كتمشي عنده كيبقى يعاود ليها على الجريمه بالتفاصيل وكيفاش قتل بنتها باش يزيد يعذبها. كان كيقول لها كنت كنخشي فيها الموت بشويه وكنجبدو باش تعذب وهي كتموت. واحد النهار قجها حتى بغى يقتلها وما طلقها حتى دخلوا الحراس. ومن بعد هاد الحادثه ولاو كيديروا بيناتهم حاجز باش ما يأذيهاش، ولكن واخا هكاك باقي كيهددها وكيقول لها اول حاجه غادي نديرها من بعد ما نخرج من الحبس هو نقتلك. المهم 17 شهر 8 من سنه 2007 غادي يحكموا عليه ب40 عام ديال الحبس، ومازال من طبيعه الحال لحد الان شخص عدواني وكيتضارب ومازال كيرسم هذوك الرسومات الغريبه، وما عمره ندم على داك الشيء اللي دار في اختو. والمختصين كيقولوا انه مريض نفسي خطير ومستحيل يتعالج، ومن المحتمل انه ياخذ اطلاق سراح مشروط سنه 2027، وهذه هي الكارثه الكبرى. وبحال اللي قلت لكم مازال لحد الان كيواعد مو باش تكون هي الضحيه الثانيه ديالو.